السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نتعرفوا على شبكة 42، واحد من المشاريع التعليمية اللي غادي تقلب طريقة تعلم البرمجة في المغرب وفي العالم كامل. واش عمرك سمعتي على مدرسة ما فيهاش أساتذة ولا دروس؟ مدرسة كتعتمد على التعلم الذاتي وعلى المشاريع الواقعية. هذا هو نظام شبكة 42 واللي كتشجع الإبداع والتفكير النقدي. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على شبكة 42 وكيفاش فكرة المدرسة بدون أساتذة، كما غادي نتعرفوا الهدف من إنشاء هذا المشروع. تابع معايا حتى الأخير باش تكمل عندك الصورة ديال 1337 ومنين جات. الشبكة 42 تأسست في 2013 في باريس على يد رجل الأعمال الفرنسي زافي نير. الفكرة كانت بسيطة بزاف ولكن ثورية: توفير تعلم البرمجة للجميع مجانا وبدون حاجة للأساتذة أو الكورسات التقليدية. هذه فعلا فكرة ثورية. بدأ المشروع بحوالي 1000 طالب في باريس. التوسع السريع لأكثر من 56 فرع حول العالم وفي 30 دولة خلى نموذج 42 اللي كيعتمد على التعلم بالممارسة والعمل على تحقيق المشاريع الحقيقية خلاها تخلق ثورة. الشبكة كتعتمد على مفهوم البير تو بير ليرنينغ. أما عن بداية شبكة 42 في المغرب، المشروع بدأ في مدينة خريبكا سنة 2018 بشراكة مع وزارة التربية الوطنية ومؤسسات أخرى من ضمنهم لوسيبي، بهدف دعم الشباب وتوفير فرصة تعلم البرمجة بطرق مبتكرة. أدى إلى افتتاح أول فرع في المغرب. 73 هو أول تكوين معلوماتي في المغرب، كله بالمجان، مفتوح للجميع اللي كيتراوح عمرهم بين 18 و 30 سنة. ما محتاج يكون عندك دبلوم في المعلومات أو تكون درتي شي تكوين أو تخصص في المعلومات. المفتاح الوحيد اللي كيخليك تدخل باب 1337 هو الإبداع. البيداغوجيا ديال 1337 كتعتمد على التعلم التعاوني اللي كيساعد الطلبة على تحرير الإبداع ديالهم بفضل التعلم بإنجاز المشاريع. وباش نكونوا مبرمجي الغد اللي كيكوديو، كان لازم نراجعوا طريقة التعلم ونجعلوا تعلم المعلومات عملية ترفيهية فيها الرغبة، ماشي كيف ما كيتخيلوها الناس معقدة وصعيبة، وخاصك تكون فيك صفات معينة باش تتعلم. 1337 هي مدرسة الكود بامتياز مجانية في متناول الجميع، وما تطلبش منك تكون حائز على دبلوم، وكتعطيك اندماج كامل في عالم مستقبلي اللي ما بقاش فيه الكود مصطلح غامض. 1337 بكل بساطة كتعني ليتس سبيك بلغة المبرمجين، لأن كل حرف عنده رقم خاص أو رمز في الاسكي، يعني الامريكان ستاندرد كود فور انفورميشن انترتشينج، واللي هو الكود القياسي الامريكي لتبادل المعلومات، اللي الواحد فيه يساوي ال، والثلاثة هي الاو، والتي هي السبعة، واللي كتعني وإلا جمعتيهم كلهم كتعطيك ليت. الناس الكود اختصروها بليتس سبيك. أهمية شبكة 42 في المغرب أنها قدرت توفر فرص تعليمية للشباب وسد الفجوة في المهارات الرقمية. أما طريقة التعلم في شبكة 42 مختلفة تماما على اللي كنعرفوه في التعليم التقليدي. هنا ما كاينش أساتذة وما كاينش دروس، كلشي كيعتمد على المشاريع. التسجيل الأولي أي واحد يقدر يسجل من خلال الموقع الرسمي ديالهم admission.1337.ma. مرحلة الاختبار كتكون عبارة عن ألغاز برمجية كتختبر التفكير المنطقي ديالك. في مرحلة لابيسين تجربة مكثفة لمدة شهر كامل كتشبه البوت كامب، فيها مشاريع برمجية يومية. فوائد هذا النظام أنه كيمكنك من تعلم مهارات البرمجة بطريقة عملية وتطوير مهارات حل المشكلات والتفكير النقدي. بناء مشاريع حقيقية كتأهلك لسوق الشغل. 1337 مفتوحة للجميع سواء عندك خلفية في البرمجة أو ما عندكش، المهم هو تكون عندك الرغبة في التعلم. شروط الانضمام أنه يكون السن ديالك من 18 سنة فما فوق، تسجيل عبر الموقع الرسمي، اجتياز مرحلة لابيسين بنجاح. وهانتا في 1337 حتى الناس اللي ما عندهمش تكوين جامعي يقدروا يتسجلوا ويتعلموا. اليوم 1337 كاينه في 3 المدن في المغرب: خريبكا، بن قرير وتطوان. وفي الأخير شبكة 42 هي فرصة ذهبية للشباب المغربي اللي باغي يدير مستقبل في التكنولوجيا. ماشي ضروري تكون عندك خلفية برمجية، المهم تكون عندك الرغبة والحماس. اليوم العالم الرقمي كيتطور بسرعة، وشبكة 42 كتعطيك أدوات باش تكون جزء من هذا التطور. إلا كنتي باغي تبدا مسارك في البرمجة ما عندك إلا تسجل في شبكة 42 وما تضيعش الفرصة. إلى هنا انتهى الفيديو ديالنا، شكرا على المتابعة وما تنسوش تدعمونا، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى فيديو آخر إن شاء الله.